سمعوا سمعوا. شوف بخصوص السمعوا النسخة هذه، جبتكم الجديد. صعب التكهن حقيقة صعب، لأنه في ملاعب جديدة ما نعرفوش الكيفية التي أنجزت بها، يعني هل هي جاهزة 100% أو لا. احنا نعرف أن أحسن الدورات اللي جرت في السنوات الأخيرة كانت في مصر، دورة 2019 اللي توج بها المنتخب الوطني من حيث كل شيء، يعني والجميع بشهادة الجميع يعني رفعوا السقف عاليا. فراح يكون من الصعب هذه الدورة أنها تنافس هذه دورة مصر، خاصة لعديد من العوامل، يعني العوامل المناخية، العوامل تاع وسط تزامنها مع وسط يعني الدوريات الأوروبية، التوقف كان متأخر. اما الحظوظ، بخصوص حظوظ المنتخبات ولا المنتخب الوطني، فعلى الورق دائما نعرف ان المنتخب الوطني على الورق من احسن الفرق هذه الدوره. سمعتوا هذا يتصنت المشاكره وتفرج الذكاء الاصطناعي بزاف. هذا جاي يستفز المغرب وقدامه لا بوليس ديال المغرب منه، وقال لك اسيدي الملاعب ديال المغرب ما عرفناهمش كي دايرين. قال لك اسيدي الكاس افريقيا اللي في مصر هي اللي احسن كاس افريقيا، هذه غتفوت ضعيفه. علاش؟ اعطيني يا سي الاعلامي في مصر وما تعصبنيش. نهار مصر نهار تبهدلنا في الكار باش وصلنا للملعب، هذه وحده من الملاعب ديال المغرب انا عطيتهم لك انا. ولكن انت يمكن تصنت المشاكره وتصنت لهذاك تاع الذكاء الاصطناعي اللي كانوا يوريوك الملاعب كاع مهدمين. انا حطيت لك الملاعب هنايا وشفت، والاقامه ديال المنتخب الجزائر راك شايفها فين راها، احسن اقامه كاين ديال المنتخبات. شفت الملعب ديال المدينه غير قدامه، الملعب ديال مولاي الحسن غير قدامه، المقر ديال التدريب، كل شيء ولكن نتوما واش من الهدف ديالكم؟ راكم جايين باغي ديروا الفتنه. انا بغيت نفهم خويا، ما يعجبكش المغرب ما تعجبكش المغرب ولا ما تعجبكش المملكه المغربيه ما تهوجش لها. جاي باش دير الفتنه، الشعب مسكين راه هاود باش يتفرج للكره والشعب خاطيه بالفتنه، وانتم جايين ديروا الفتنه للمنتخب باغي يلعب كره، بس انتم راكم باغيين تخسروا المنتخب باش المنتخب يتقصى ويخرج بسببكم نتوما، وتوليو ديروا غير الفتنه والمشاكل. وهذه العقليه راكم جايين بها باش توسخوا الصوره ديال المغرب، ما توسخش، لانه العالم كامل هضر على البارح اللي في الافتتاح. تفرج، انا نعطيك تصور، هذه قنوات ديال هولندا دارت بالتاريخ بالتراث ديال المغرب، وزيد الكانال بليس، زيد البي ان سبور، زيد المؤثرين، زيد العالم كامل شيء. ولكن انت راه ما تفرج لك حتى واحد في القناه، راه متفرجوا لك غير بعض الاشخاص، راك توهي الا الصوره ديالك نتوما كاعلاميين. الاخر صيفطناه قلع، الاخر صافي راه طلع وصل، وبغيت انت تقلع موراه، الدنيا هانيه ساهل راه تقلع موراه. ولكن بهذه العقليه اللي جاي وقدامك لا بوليس زعما وتستفزوا والملاعب مش عارفناهمش كي دايرين ومنا وطاطات، اعلامي انت بشر انت. هاد الدوره غادي تكون احسن دوره في التاريخ، تقبلها ما تقبلهاش، فهمها ما فهمهاش. شفنا قبيله مركب محمد الخامس ما شاء الله، شفنا اكادير مراكش ما شاء الله، درك مصر غتلعب في اكادير ما شاء الله، طنجه غدوه غادي تشوفوه عالمي. وبغيت يوم الاربعاء المنتخب الجزائري غادي يلعب في ملعب عالمي. ولكن تتقبلها انت ما تتقبلهاش، هذاك الشيء يسوقك. ملعب المدينه حتى هو غدوه تشوفوا، بس صافي يبدلوا العقليه. واش هاد العقليه اللي غاديين بها ديال الفتنه وتشوهوا في الصوره ديال البلاد؟ راه مالكش تسوى صورة المغرب، راك تسوى صورتك انت كاعلامي وصورة الصحفيين اللي معاك وصورة الاعلاميين اللي معاك. خليو فوتوا غير الشهر، مالكم فيكم، مالكم مراد. مين غادي للمغرب باش تقول هاد جوج كلمات؟ كنت تقعد في الجزائر تقدر ما تقولهمش، ما تهوش المغرب تقولهم. قعد في الجزائر وقول على روحك. واش ابن عمي ماشي حشومه؟ عاطينك فيزا ودخلينك ومرحبين بك، ويمكن راك عايش في لوطيل، ويمكن برا جيت هنايا دير الفيديوهات. ولكن برا اخوتي المغاربه كراكم دايرين، المغاربه لاباس عليكم المغاربه، وتمشي تتعشى معاهم ويديوك كلوك شربوا، لانهم مساكين ما شايفينكش في الفيديوهات. الفيديو دوك انا حطيته لانه انت انسان حشوم، ما عيب تكون اعلامي خصك تكون متمكن. خدم طريقك، خدم اخويا خدمتك عاديه، دير التدخلات ديالك، ولكن خليها لك البلد اللي راه منظم، والبلد اللي مرحب بك، والبلد اللي عاد لك الكرا، عاطيك الاخر، عاطيك فندق وعاطيك فين تاكل وتشرب، اللي مضيفك ومكرمك. ولكن انت بحالك انت ما يستاهلوش تكريم، انت بحالك انت تستاهل تقلع من الاخر، تستاهل تقلع، تستاهل ترفد كارتك وقلع. الا دير بحال هكا راه ما يمكنش. الا نبقاو بهذه العقليه نجي نقزم لك البلاد ونضرب لك في كل شيء غير باش يرضاو عليا، ولا باش يزيدوا لي في الكراط. راه ما كانش اللي غادي يزيدك في الكراط صاحبي، راه ما كانش. ها هو الاخر عيا ما يقصقص جابها في راسو تقلع. واش انت بغيت تقلع معاه؟
حتى واحد ما يزيدك في الكراد. هذه بلاد وعندها سياده، وكاين ناس وناس شرفاء وناس طيبين وناس كرماء وناس تهلاو فيكم، ماشي باش توصلوا للمستوى باش تمشي وتبقى تقزم تمايا. انا ما فهمتكش انت واش باغي، انا والله ما فهمتك انت واش باغي من الاخر. انا غادي نتبعك لابس عليك من الاخر. انت كيما درت هذا الفيديو قادر دير فيديو اخرين، وقادر لانه بهذه العقليه اللي غتمشي بها انت كاعلامي وتدخل لي ستاد، اسمح لي انت ما خصك واحد يدخلك لي ستاد. انت قادر تدخل للستاد وتسبهم للستاد كيما درتها برا في الشارع، وجبدت هاد الحوايج وتقول لهم لا الملاعب، سمعت المشاكره والذكاء الاصطناعي قال لك الملاعب تهدموا صحابك بصح وامنت، وانت كاعلامي نورمالمون ما تامنش في هاد الحوايج، عيب من الاخر، عيب. اسمح لي من الاخر، نورمالمون كنت انت تركز في الميدان حميدان، خليك بهذا الشيء ديال الملاعب كبار عليك، وخليك انت المغرب راه دوله اوروبيه. تعرف دوله اوروبيه في افريقيا؟ العالم كامل يهضر على المغرب. انا ما مريض اللي ما بغيتش، انا ما نبغيش المغرب مثلا، انا ما نبغيش، بصح ما نهودلاش، ماشي نهود انت ونبقى نكريتيكي فيه، نقعد في داري. انت كاعلامي ولا هذاك اللي جا هو ساب كل شيء، ساب كاع العالم وهاود فورسي قال لك جاي للمغرب فورس، هذا هو قلع. انت ما تبغيش هذيك الدوله، ولا عندك ولا قايل لك في التليفون ما نمشيش هذيك الدوله، ما نمشيلهاش، نقعد بلادي ونهضر على راسي. هذه من الاخر، فهمتوا؟ يعني درك علاش وصلتوا لهاد لا ما فهمتش انا، والله ما فهمت. اي ما بقيت فاهم شي حاجه، نقسم لكم بالله الا عييت معاكم، عييت. ما نبغيش هادي، ما نهواش. واش درك عاوتاني نبقاو ندوروا عليك وكذا منا باش نقلعوك ولا كيف؟ ما فاهمش انايا، والله ما فاهم. واش عاود تخرج غدوه تضربهم فيهم في شي فيديوهات وشي خويا؟ ما بغيت هذيك البلاد ما تمشي لهاش من الاخر، صافي. البلاد دي مديرون جياك بالتطور ديالها والبنيه التحتيه ديالها، ما بغا والله عرقتونا وعينا معاكم ومرضنا وعصبتونا. نقسم لكم بالله انا بعدا الا صافي قاسني معاكم المرض اخويا. انا ما بغيتش هذيك البلاد، ما نمشيش من الاخر، نقعد ونكريتيكي على روحك، سب على راسك، مكاش اللي يسول فيك، مكاش يسوق لك. تجي القناه الارضيه هي تنقل الماتش، القناه الارضيه ناقله الماتش اليوم مراكش وتشوف كلشي يفوت. اللوغو ديالها ما دايرهش المغرب، حطيت لكم اللوغو ديالها ما دايرها لا مغرب لا ولا فين غادي تلعب هذا الماتش. هذا يتلعب في الموزمبيق، يسبوا المغرب بصح هما ينقلوا المغرب، بصح في الرياضه ما يجبدوش اسم المغرب، بصح في هذاك الشيء ديال الفيضانات ولا شي حاجه صارت في المغرب، المغرب المخزن المغرب. يعني ما فهمتش انا هاد العقليه اللي عندكم وهاد النفسيه اللي عندكم وهاد المرض اللي راه عندكم، انا والله ما فهمت له، ما جبرت له دواء. في المأساة يجبدوا المغرب، في الحاجه الزينه والله ما يجبد المغرب والله نسمة المغرب ما يجبد. وهو عنده، والمشكل هو عنده عنده يعني في المغرب كيما هذيك القناه الدوليه مراسل ديالها جاي للمغرب، هو يسبوا في لي باج ديالها القناه الدوليه. ما فهمتش انايا، ما فهمتكمش انا والله. عطيوني غير عقلكم باش تفكروا، ما رانيش فاهم، ما فهمتش، ما جبرتكم دواء، ما جبرت. بغيت نشوف كي ندير نداويكم ولا يمكن مرض، يمكن ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش الا نشوف هاد العقليه هادي. راه خليو الشعب مسكين ناشط، والشعب عاجبه الحاله وراه مفوج وفرحان بالمنتخب وفرحان بالبلاد، ومشى يشوف واحد البلاد اللي جارته مسلمين وعندهم لكل شيء، يعني ما شاء الله عليهم. مشى يشوف، خليوهم. علاش ديروا الفتنه للمنتخب باش تخرجوا المنتخب؟ فهموني في هذه المعادله. نتوما شكون اللي بصفتكم باش ديروا هاد الحوايج؟ يا خويا خلي المنتخب يمشي ويخسر ويمشي يروح والشعب يولي، وروح انت كاعلامي فما وسبهم بوحدك، شوفوا واش غادي دير. ولكن بغيت تستغل هاد الفرصه ديال كاس افريقيا باش تمشي للمغرب تسب. يعني انا ما فهمتش، وتدخلوا كانكم تدخلوا زعما متلبدين، ومنا واحد داخل متلبد في الطياره، واحد داخل وتدخل تما خاصني نتبع. لا صح، لا راه هادشي هذا مرض، هادشي راه تماباليد ديالكم نتوما. ها بارطاج لعل وعسى توصلت هذا صيفطوا، بارطاجيو الحمد لله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو